السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين كده، ده مسجد السيدة زينب اهو. ما شاء الله، انا بحب الحاجات دي قوي اصلا. بحب المسجد بتاع السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة. ومسجد الحسين ده بيبقى الصراحة يعني فسحته روعة، يعني بالنسبة لي انا احب هناك اروح المسجد بتاع الحسين ده واقعد هناك والف هناك وكده يعني. واشوف واخش ناحية العطارين والحاجات دي كده. انا بحب الجو ده قوي قوي يعني. طبعا بقى كان الليل ليل، كانت الساعة 8 كده او 9. فكنت بحاول ان انا ايه على قد ما اقدر ان انا اصور لكم باضاءة كويسة وكده يعني. بصوا الست، في ست جميلة قاعدة قدام المسجد بالظبط كده، بتبيع الاكسسوارات دي بتاعت الاطفال وحاجات جميلة اوي، السبح وكلام من ده. انا بحب الجو ده قوي. وهناك في برضو اللي هو الحمص والحلويات اللي هي بتاعت مولد النبي دي، او بتاعت الموالد يعني، اللي هي الحاجات اللي هي مش عارفه تعرفوها ولا لا. بس هناك بقى يعني الحاجات دي هناك كتير جميله قوي يعني. فانا انبسطت جدا. بس انا ما كنتش رايحه النهارده مخصوص عشان رايحه المسجد بتاع السيده زينب. هي كده جت معايا بالصدفه ان انا اروح هناك، فلما رحت قلت ايه بالمره ايه اصور كده. بس كان نفسي الصراحه اصور يكون اللي انا شايفاه ده بيكون بالنهار. بصوا يعني ده اماكن اثريه اهي. ده باين مسجد، معرفش الله اعلم يعني، ما سالتش. بس اماكن اثريه هناك جميله، حاجات من الافات السنين اثريه يعني. انا بحب الحاجات دي يعني. انا لما بشوف الحاجات دي بتبسط قوي وبحس براحه كده نفسيه من ناحيه ايه يعني ان الحاجات دي يعني حاجه بتاعت اجدادنا يعني زي ما بيقولوا. طبعا بقى وانا ماشيه هناك صورت لكم الهدوم، ويعني في السريع كده عشان ايه يعني محدش كان يتضايق مني وكده يعني. صورت في السريع بس ايه سألت على كام حاجة كده وانا هناك. هي الصراحة مش هضحك عليكم، الاسعار هناك عالية شوية يعني بالنسبة للعتبة وكده، عشان انا بجيب لبسي كله من العتبة وحاجاتي كلها من العتبة تحت. فقارنت لو هنقارن السيدة زينب بالعتبة، لا اسعار العتبة طبعا بكتير تكسب يعني في الاسعار. بس ايه المميز بقى في السيدة زينب، انك ممكن تلاقي حاجات يعني مثلا ايه الحاجات دي مش في ناس كتير لابساها، فاهماني؟ يعني لو انت عايزه تجيبي بلوزه مثلا ولا الكلام من ده، هتبص تلاقي ايه البلوزه دي مفيش منها كتير او ما شفتيش حد لابس منها كتير، فاهمني؟ الشنط برضو هناك برضو جميله جدا، بس برضو اسعارها الصراحه غاليه، والشوزات والكلام ده كله. بس ايه يعني زي ما قلت لك كده ايه ممكن المميز شويه ان ايه هتلاقي الحاجات هناك يعني مش في منها كتير يعني في الشكل. ده اللي كان مميز. لكن كسعر لا، الاسعار هناك الصراحه غاليه شويه. بس انا ما حبيتش ان انا ايه يعني اوجه الكاميرا ناحيه محل معين او مكان معين عشان ايه محدش مثلا يتضايق او كده يعني. فكنت بصور ايه سريع كده، سريع سريع وانا ماشيه. بس كنت زي ما بقول لكم كده بسأل على حاجات علشان ايه ابقى واخده ايه خلفيه. وهنا بقى انا كنت ركبت خلاص يعني انا مروحه، لاني إيه انا كنت اصلا المفروض اروح اتجاه مديريه الامن واركب من هناك. قلت ايه يعني نغير الاتجاه ونركب ناحيه ايه آه الاتجاه التاني ناحيه سيدة زينب يعني. انا بقى كنت رايحه هناك اعمل ايه يا حبايبي؟ انا كنت النهارده هناك بنشوف الخشب بتاع اختي، عشان هي ان شاء الله باذن الله هتخش قريب زي ما قلت لكم كده. وكنا بنشوف اوضه النوم واوضه الاطفال والنيش والانتريه والكلام ده كله. طبعا كنا ماشيين من الساعه 12 الصبح لحد او يعني 12 كده قولوا مثلا لحد راجعين البيت الساعه 10 11 حاجه زي كده يعني. لفينا لفة حلوة طبعا، لان الحاجة دي مش هتيجي كل يوم، فلازم العروسة والعريس بيلفوا لفة يعني لحد ما يقتنعوا بحاجة معينة عشان يجيبوها. وفعلا الحمد لله الحمد لله كانت الحاجة قرفتها كويس الحمد لله يعني. جبنا الحاجات كلها في نفس اليوم.
وعايزة اقول لكم ان الاسعار طبعا يعني الحمد لله كانت يعني بتبدأ من القليل للوسط للغالي، يعني في كل حاجة، في متوفر كل الأسعار هناك. لأن أنا كنا سألنا ناحية البيت الأول قبل ما نروح في حتة، كانت الأسعار غالية جدا. يعني لما سمعنا كده قلنا ايه ربنا بقى يعني يستر ان ايه نروح برضو مكان بعيد زي كده، ونبص نلاقي الأسعار أعلى وأعلى. لأن طبعا انتي عشان تجيبي الحاجة من مكان لمكان لازم تتنقل بعربية، العربية دي بتبقى عايزة مبلغ. فقلت ايه ربنا يستر بقى. فاما روحنا الصراحة لفينا الحمد لله، الأسعار نسبتنا جدا وجبنا اللي نفسنا فيه. والعروسة كانت أهم حاجة، كانت فرحانة جدا. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا متنسيش تكتبيلي الكومنت اللي بيفرحني دايما، وتدوسيلي لايك كده عشان تشجعيني دايما اعمل معاكم فيديوهات، وما اكونش يعني متضايقه او زعلانه. لاني لما بتبقى تكتبولي تعليق او كده انا ببقى مبسوطه جدا جدا. وطبعا ما ننساش ان الكلمه اصلا الكويسه صدقه. فالمهم بقى عايزه اقول لكم ايه دلوقتي، ان الفتره الجايه انا اصلا هيطلع عيني مع اختي، لان انا اختها الكبيره، فاهميني؟ يعني انا الاخت الكبيره، هي الاخت الاصغر، المفروض في لسه اصغر تاني، بس انا ايه يعني انا اللي شايله المسؤوليه الصراحه، انا اللي بتحرك وانا اللي ايه بروح اجيب كل حاجه. وهي بصراحه بتقتنع برايي جدا. ما بقول لها حاجه ما بتقوليش لا خالص. يعني يمكن عايزه اقول لكم هي بتبقى عايزه تقعد في البيت تخلي بالها من العيال، عيالي انا، وتقولي روحي انتي هاتيلي الحاجه، انا واثقه في ذوقك. بس انا طبعا زي مثلا المرحله الجايه ان شاء الله هجيب لها لبس الخروج، لازم هي تكون معايا وتشوف وتقيس الحاجه. وطبعا بقى ايه يعني هجيب لها حاجات تكون واسعه شويه، على اساس ان شاء الله لو ربنا كرمها وبقت مثلا ربنا رزقها بحمل او كده، تفك الهدوم وتكون على مقاسها. هي دي وجهة نظري بس كده، ويا رب الفيديو يعجبكم.